بسم الله الرحمن الرحيم. أفلح من ذكر الله، لا إله إلا الله، وصلى على النبي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا قصة إن شاء الله تحوز على رضاكم وإعجابكم. أنا طبعا جميع القصص اللي أقولها أنا أسمعها من الراوي عبد الله الخيلد، الله يجزاه خير. إلقاءه حلو وجميل، وما شاء الله يعني بسرعة الحفظ عندي أنا بسرعة، لا سمعت قصصه أني أحفظها بسرعة، وإن شاء الله أن يكون سامح لي بالأمر هذا بإذن الله تعالى. أنا تعجبني قصصه حقت البر بالوالدين، المعروف ما المعروف، فأنا أقولها بقناتي إن شاء الله أنها تحوز على رضاكم وإعجابكم. نقول قصتنا اليوم. هذا في ولد عمره 18 19، هو متوظف مخلص ثانوي ويبي يتوظف يدور على وظيفة، فأزعج أبوه قال لي يبا أبغى أتزوج. يا ابن الحلال توك صغير، خلك توظف تشوف أمورك، تضبط حياتك. المهم أزعجه، أبى أتزوج. قال في براسك شيء، براسك أحد؟ قال نعم، عندي فلانة بنت فلان. قال يا أبوي هذولي ناس يعني واصلين وكذا. قال ما أبي إلا هي. قال أبشر. راح الأبو طق باب الرجال، السلام عليكم. وعليكم السلام. طالبين القرب، نبي بنتكم لولدنا. قال ولدك هو موظف؟ كان إن شاء الله يتوظف، بس حنا خبر نبي نمسكها، نبي مثل ما يقول اللهم صل على سيدنا محمد، يعني كلام مثل ما يقولون. إيه. قال لا بس إن شاء الله متى ما توظف ولدك تعال. قال ابن الحلال لاحق على الوظيفة، حنا نبي البنية وإن شاء الله نحجزها مثل ما يقولون. اي نعم نحجزها. المهم مثل ما يقول كرر عليه الرجال هذا أبو الولد. والله أشوف الرجال مثل ما يقول أبو البنت تفرعن، وقام يعطي أمور هزت الرجال مثل ما يقول هج من بيته. قال والله إذا هذا طلباتكم، طلبات بنتكم، احنا ما ندري عن البنت، هو طلباتكم ولا طلبات البنت؟ بنتكم عندكم، ولدنا عندنا. والله يطلع الولد الرجال يروح لولده، قال يا ولدي هذا ابوها يبي يبيعني بيتي، يبي يبيعني عفشي. يا ابن الحلال طالب طلبات والله ما هي بالساهل. قال انا بيها ومدري ايش. الولد قر على ابوه، قال والله زواجي والله ماني مزوجك، راح توظف. المهم زعل الولد، قال انا بطلع بروح اتوظف، لا مثل ما يقول ما ابيكم ولا ابي قربكم ولا. المهم الولد زعل وطلع من بيت ابوه، واول ديره طال عمرك يقابل فيها وهو يقدم العسكريه. يوم قدم العسكريه وهم يقبلونه ويتضبط اموره ويرجع الى ديرته. يا اخي تقل يوم رجع ديرته نسأل البنت انه يروح يخطبها وكذا. المهم جلس له ابو 6 شهور 7 شهور عند اهله، اموره طيبه، يداوم من بيت اهله للمكان العمل حقه، يعني كل شيء اموره تسهلت. المهم تخانق هو العريف، تهاوش طال عمرك، ويجيه نقل تبعد عن ديرته يمكن حوالي يا 700 يا 500 يا 1000. هذا اللي مثل ما يقول اللي ما يسمع كلامه. شوف سبحان الله، يوم جاء قريب وهذا تردت معه وينقلونه طال عمرك اللواء مدري العقيد مدري الضابط حق القايد، اي القايد، وينقلونه ديرته بعيدة عنهم يمكن 700 كيلو. المهم ياخذ عفشه طال عمرك ويروح للديرة هذه. وهو جالس طبعا أول ما راح للمركز ذا تعرف له على 3 أو 4 شباب، أخذوا لهم شقة جلس معاهم. طبعا هو الله يجزاه خير ما يصلي بالشقة، يصلي بالمسجد. المسجد مو بعيد عن البيت، يعني مثل ما يقول مقطع الشارع، بس يطلع من شقته يدخل المسجد، بس يقطع الشارع. واستانس والله كل الصلوات ما شاء الله، ما عدا اللي يكون فيها بالدوام.
في شوي من هناك، الله يجزاه خير الشايب، خبر شيبان الله يجزاهم خير، أحيانا يحطون دوبهم دوب هالشباب، دينهم يقول هذول دينهم شوي ما هو واجد يعني دينهم. فقام يشابط الولد يجلس جلسة عادية ويقرأ قرآن. يا ولد عد رجلينك، يا ولد ارفع القرآن، يا ولد. تضايق الولد تضايق مرة مرتين ثلاثة، تضايق من الشاي. بس يقول أنا خاف إنه من الشيطان يبغاني إيش يكرهني بالمسجد. يعني ما قال الشايب كذا، لا والله قال من الشيطان، بس أنا وياه ما راح أترك المسجد. والله جلس فترة كذا. المهم يقول الولد الشايب، جيت يوم من الأيام يقول يوم دخلت المسجد ويناديني يا فلان، قلت قال أنا، قال عد من ضمن الدخلات المسجد والله يقول إني أدنق وأحب راسه حتى ما يناظر علي ولا يقول لي يعطيك العافية. هذا الولد من ضمن الجلسات إنه يدخل المسجد يحب راس هالشايب ذا، إنه يرضى عليه. فيوم من الأيام كذا دخل الولد اللي يزهم الشايب، يا فلان تعال بجنبي، تعال بجنبي. إيه ما شاء الله تبارك الرحمن، يا الله أنك تسخر عبادك. المهم والله جلسة ويجيب له مي، شلونك شو أخبارك أمورك، خليك بجنبي صل. المهم قال اسمع، بعد الصلاة إن شاء الله تقهوى عندي. قال الحين أنا لي كم شهر هنا واجي بس تشابطني، الحين تقول لي قهوت، وش السالفة؟ قال لا ما في شيء نهائية، والله أبي أتعرف عليك، أبى أخذ وأعطي معك. قال خير إن شاء الله. المهم صلوا وخلصوا والله ويعزمه بالبيت، وقهوة وشاهي وسوالف، وانت منين وابوك من هو وين يشتغل وش سالفتك وش. المهم الولد قال له أنا سالفتي من 1 إلى 3. قال إيه؟ قال طيب ما ودك طيب انت الحين وظيفة ودنيا ليه ما تتزوج؟ قال وين تتزوج يا عم؟ أنا لاقي آكل عشان أتزوج، علي أقساط، دخلت وأخذت أقساط وأخذت سيارة وخلها على الله، يبغى لي 5 سنين 6 سنين أخلص أقساطها وبعدين أفكر بالزواج. قال يا ابن حلال ما يبغى لك لا هذا ولا ذيك، ايش رايك؟ عندي مرة على كيفك. قال شو عندك؟ قال انا ما عندي مهر يا ابن حلال، قاعد اكلمك اقول لك ما عندي اللي ياكل. قال لا البنية والله ما تعطيها يمينك يسرك، البنية خذ مرة. قال ايوه. قال انا اقول لك ما عندي مهر. قال يا ابن حلال ما عندك 4000؟ هذا الشايب يقول له. قال بس 4000؟ قال الله 1000 ريال مهر و3000 عش فيها اخوياك، عش فيها المعازيم، هذا مقدور عليها. قال خلاص تم بكره ان شاء الله بعد المغرب نسير عليها. قال ونطيب. المهم راحوا تفارقوا، ثاني يوم تواجهوا ويدخلون عند الرجال ابو البنت، الا الرجال ما شاء الله شبته والعه، دلاله موجوده وشايه، والله ما شاء الله، ورحبنا وهلابنا وجلسنا. اي والله ما شاء الله رجال وقار مثل ما يقول، رجال محترم. المهم تكلم الرجال ذا الشايب، قال يا ابو فلان هذا الرجال اللي كلمتك عليه، رجال انا طال عمرك قبيلك، رجال ما شاء الله ما يترك المسجد، دائما كل الصلوات في المسجد، ورجال ما شاء الله عليه وظيفة ومتسنع ونبي للبنت. والله المهم قال ها ايش رايك بالكلام؟ قال والله ما عليه متم الحمد لله، كل اللي قالوا انا. قال خلاص تم. قال طيب متى تبون نجي؟ قال باكر يجي المليت ونملت وتعشى. قال لا نبي تظبط طيب البيت. قال لا البنت عندها كل شيء، عندها شقتها وعندها امورها، بس جيب شنطتك وتعال. يا ولد والله ببلاش ما شاء الله تبارك الرحمن. قال يمكن هذا دعوة ابوي لي، يمكن ابوي رضى علي، والله ما ندري، يمكن اسجد بهالليل سجود الشكر، سجود مثل ما يقول الوتر، ادعي ان الله يوفقني، ان الله يفتحها بوجهي. المهم جاء ثاني يوم طال عمرك، جاء المليت ولابس بشته العريس وعزم خوياه
شهود، وكتب طال عمرك ودخل. ثاني يوم طال عمرك أخذ استراحة بجنبهم، في استراحة أخذها وعزم خوياه، جاب له طليين وعزم خوياه وباركوا له. والله يقول المهم قدم إجازة ما أعطوه إلا 15 يوم. 15 يوم طارت من عنده 3 أيام. يعني يقول 12 يوم هذه أحلى حاجة في حياتي. يوم انتهت الإجازة وطويل العمر يلبس ثياب العسكرية ويروح يداوم. يوم طلع طال عمرك ويدق الباب، يفتح بالمفتاح إلا ما يفتح، ويدق الباب إلا المرة قالت راح لأبوي ينتظرك تحت. يوم ناظرك جنب الباب إلا شنطتين وحقته الشنط. إيه يبدو الناس وش فيه؟ قالت روح عند أبوي يفهمك. طيب وش الحاصل؟ وش السالفة؟ قالت ما في شيء، بس روح لأبوي هو يفهمك. والله ياخذ شنطته ويحطها بالسيارة ويدخل على أبوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الرجال تقل حزنان، تقل صايرين عليه شيء، مسكين منحرج من الولد. قال ايش فيه يا عم؟ قال والله بنتي تبي الطلاق. ليه؟ قال والله انها كانت متزوجة قبلك، اوكي، وحنا علمناك انها ثيب. وكلمت شو اسمه زوجها جاني ويبي يرجع مرته. قال طيب شلون ترجع مرته وهي على ذمتي؟ والله هي طالبة الطلاق من عندك وتبي ترجع الزوجة، وانت رجال تعرف اذا بنت ما تبيك. قال طيب شلون تضحكون علي؟ خليني جسر، والله لا ارفع فيكم، والله لا ادخلها محاكم، والله لا اسوي وافعل. المهم طلع من عنده زعلان، طلع من الشاي. عاد هو رايح لاخويا بالشقه، رجع لهم سلامات. يا والله بد سوء تفاهم بينه وبين المرأة. قال ما يمديك يا ولد. يا والله سوء تفاهم، ان شاء الله نحله. عاد يعرف واحد باخوياه محامي او بالمحكمة وكذا، مسكه وقال يا ابن الحلال انا وضعي كذا 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 وما ادري وش الوضع. كاشف والله اذا تبي نصيحة اخوك اللي دفعته خذه طلقها. قال شلون؟ قال والله اذا تبي نصيحتك، لانك شوف لو تبي تروح للمحكمة تبي تلحق تبي تجلس سنة وسنتين وانت وياها ومطارد وما ادري ايش، ما راح تستفيد شيء. البنت ما تبيك، حتى لو رجع لك يا الشيخ ما تبيك. قال بالله تقول كذا؟ قال اي والله. قال شورتك وهداية الله. والله ويرجع للشايب. يوم رجع للشايب قال له الله لا يسامحك اذا انت عندك خبر. قال والله يا وليدي انا ما عندي خبر، والله ما عندي خبر، هذا كلها من خالها، هذه تدابيره وتدابير خالها. طلع بالاخير هذا خالها اخو امها، هذول مسوين حركه بهالولد هذا المسكين. بس هذه عقوق، هذه كلها دعاوي ابوه لانه مو راضي عليه وزعله وراح. فلا اقول لكم يعني الواحد لازم يكون ما يسوي الشيء هذا الا يكون راضي عليه ابوه، يعني ياخذ اذن ابوه، ياخذ اذن اهله، مو كذا حتى لو انك وش معه. المهم ايش لكم بالطويله؟ قال له الله لا يسامحك. لا، قال له والله انا ما ادري بالحاجه هذه نهائيا. قال فلوسك راح تاخذها. قال انا ما ابي شيء، هذه فلوس 4000 وغيرها ما ابي شيء. قال لا لك 20,000. قال لا والله ابي 4000 ريال وغيرها ما اخذ. قال امسك هذه 10,000 والله غير تاخذها. حلب الشاي واخذها من الولد ورجع الشقته. اموره تردت يا اخي، وضعه صار مزري. فاللي اقول لكم السالفه خلصت الحين، بس الواحد يعني لا تترك ابوك، لا تغضبه، لا تكر عليه يا اخي. والله الابو لو راتبه 10,000 لا تحط براسك انه يبخل عليك بريال واحد. العشرة هذه المن يصرفهن لنفسه، ياخذ فيهن وش تلاقيه يلعب؟ ما يلعب. والله إن في بعض الناس على قولة ابو عبد العزيز يقول راتبه 5,000 ياخذ 200 ريال يحطها بجيبه و4800 لعياله.
وما يشتري حتى ال200 ما يلبس الثوب حق العام أول عام. فيا عيالي أنا أنصحكم نصيحة لوجه الله تعالى، لا تغضبون والديكم ولا تصيحون عليهم. وش ما يقول لك أبوك لا ترد عليه، لا ترد. مثل مشوان أنا جالس وأطلب عبد العزيز ورا الكاميرا أقول له جيب نظارتي، يقول لا يا أبوي عادي بدون نظارة. شوف، طيب أنا متعود إني أطلع خلف الشاشة بالنظارة، صعب إني أطلع بدون نظارة وأنا مغمض عيوني، صح ولا لا؟ فلازم يعني بس أقول الواحد يقول لولده كذا، يقول سمي أبوي ينط. وش عندك غير أبوك وأمك؟ ما لك شيء بهالدنيا يا أخي. رضا الوالدين من رضا الله، إذا رضا الوالدين رضا الله عليك. لا تغضب رب العالمين. الله يجزاكم خير، وهذه قصتنا إن شاء الله تكون حازت على رضاكم وأعجابكم. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.